ومما يدفع البلاء أيها الأحبة هي الإنفاق والصدقات في وجوه الخير في سبيل الله. الصدقات تدفع الابتلاءات. كلنا يعرف فضل النفقة والإنفاق، وتستغرب والله من بعض الناس كم هو حريص على الدنيا والمال ميت عليه، وكأنه سيعيش عمر قارون، وقد جمع الله لقارون مفاتح وخزائن لم تجمع لأحد بعده، فماذا كان حاله؟ فخسفنا به الأرض وبداره. أستغرب ممن ينظر إلى المال وكأن كل النجاة في هذه الدراهم والدنانير، وربنا عز وجل يقول: فأما من بخل واستغنى، بخل بماله وظن بإنفاقه، واستغنى أي ظن أن المال يغنيه عن ربه. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أي كذب بوعد الله لعباده على الإنفاق، فما جزاؤه؟ فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى في نار جهنم. ماذا سيغني؟ من أول ما يقول من أوتي كتابه بشماله ماذا يقول؟ يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه. يا محب المال، المال وسيلة الله ابتلاك به، ناظر ما تصنع. أخبرنا الله عز وجل يوم القيامة عن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، الذين يظنون بالإنفاق ويبخلون بما آتاهم الله من فضله. ما جزاؤهم؟ تعرف هذا المال الذي يظن به البخيل عن الإنفاق في سبيل الله؟ قال الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة، سيكون عليهم أطواقا وطوقا يمنعهم من النجاة. ماذا يقول الله تعالى؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أول أوصافهم قال: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الله تعالى: ألف لام ميم، افتتح كتابه: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما الذي يمنعني أن يكون كما أني إذا كنت تاجرا عندي دفتر خاص للصادرات والواردات، ودفتر خاص للحسابات، ودفتر خاص للنفقات، ودفتر خاص للرواتب، ومحاسب خاص يحاسب لي الضرائب والدخل وقضايا المال والاستيراد والتحويلات والشيكات؟ ألا يكون لك محاسب يحاسب لك معاملتك وإنفاقك مع الله؟ ألا يكون لك دفتر خاص تحسب به لا لعدك على الله